السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير على خير. اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم هذه الوصفه اللي تجي رائعه، تجي بنينه، اللي هو الحمص مرقه بدون لحوم، اقتصادي وتجيكم خاطر معلك وبنين بحال هذا تشوفوا في الصوره. وهاد الوصفه كما تشوفوا راها اقتصاديه ضمن الوصفات الاقتصاديه والسهله سريعه اللي زوينه وبمكونات متواجده عند كل واحد. دابا غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. غناخذوا هنايا تقريبا واحد الزلافه ديال الحمص مرقده اللي رقدناها بيتناها في الليل مرقده، ولا ما كنتوش مرقدينها ديروا ديك الطريقه راه فيتا وريتها لكم في واحد الحيال اللي تديري الماء الطايب هنا في كوكو، تديري الماء هنا في كوكو دوروا الحمص تتسدي عليهم حتى تبدا الكوكو تصفر وتطفي وتخليه واحد 2 سوايع ولا ساعه تلقاه رطاب. كيما وريت لكم هنا تلقى الزلافه باش عبرتو انا راه بيتو ليله كامله حتى رطاب لي على شكل رطاب مزيان على خاطرو صافي. وغادي نديه هنايا باش نغسلو مزيان، نحيد لي داك الماء فاش كان مرطاب صافي. هو هذا الحمص ديالنا بعد ما غسلناه مزيان واحد 2 غسلات هكاك تقريبا لا 3 صافي. غناخذ هنايا عندي بصله هنايا متوسطه تقريبا وغادي نشلضها مربعات صغيره. المهم نشلضها رقيقه، من الاحسن تكون مشلضه رقيقه. هذا الحمص كما قلت لكم راه تيجي رائع، راه ما تشبعوش منه. تيجي بنين وتيجي خاطر، تجي فيه واحد المرقه زوينه باش حنا نبدلو على داكشي اللي تنديرو ديما. حيت هاد الوصفه ما تستعملوش حنا يوميا ديما بحال مثلا المرقه ولا شي حاجه اخرى تستعملش يوميا، ولكن حتى هي نحاولوا نبقاو ندخلوها مره الوجبات الغذائيه ديالنا باش تكون متنوعه. وهنا غادي ندير واحد الراس معلقه ديال الفلفل الاحمر الحار، كل واحد على حسب الذوق ديالو. نستعمل دائما الفلفل الاحمر الحار، ودرت هنايا الملحه حسب الذوق. وهذه راه ديك الفلفل الاحمر الحلو اللي تنقولوا حنا في المغرب التحميره، شي دول اخرين تيقولوا لي البابريكا. راني مصاوبه عندي في القناه، رجعوا له غتلقاو شي الفيديو اولا غنحط لكم في اخر هنا في اخر الفيديو باش تدخلوا للرابط ديالو وتشاهدوا. مصايبه في الدار. هنايا معلقه ديال الكمون صغيره، حيت هاد الكميه راه ما درتهاش راه كثيره بزاف، شويه مبسطه شويه تقريبا تكون تقريبا ديال 3 الناس هكاك تقريبا. يمكن لك تزيدي عليها شي شليضه ولا شي حاجه صافي. تما انا داك الملون الاصفر اختياري، اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش شغلو هذاك. غير هنايا مع التصوير بعض المرات الحاجه الكاميرا الحاجه حقها ضروري تنزيدو شويه ديال هذاك الملون باش يعطي واحد الصفوريه شويه صافي. هنا عندي 3 ضروسه ديال الثومه اللي قطعتهم هكاك مباشره فوق الكوكوط. راكم شفتوني كلشي قطعته نيشان فوق الكوكوط باش ما نبقاش نوسخو في الماعن. ديرها طريقه هي اللي تنقص لك شويه تاع الماعن، ما نبقاش نجاوب ديال القراده بوحدها وكل حاجه بوحدها لا. صافي قردي نيشان في الكوكوط باش تنقص عليك كما قلنا المعينات وسميتو الشقه ودرنا تما الزيت كما قلت لكم زيت المائده تقريبا شي نص كاس هكاك تقريبا، وجوج معالق كبارين ديال سميتو ديال هذاك القزبر اللي تنكون انا دائما هو دايره في المجمد، حتى هو راه مشاركه معكم. تيبقى محلول، ما تيكونش قاصح بحال الا درتو بعض المرات تيجيكم بحال قاصح تيتجمد بالثلج، لا هذا تيبقى مفروز صافي. خلطت دوك العناصر تمايا بعد ما ضفت القزبر. وهنايا هذا راه واحد الحامض حتى هو راني تا هو فايته مشاركه معكم، حامض ديال الدار اللي تيجي رائع. شوفوا اللون ديالو كيفاش ولا، هذاك راه ما خاسر ما والو، داك راه اللون ديالو لحقاش راه مصاوب مده هادي باش مصاوب ما عرفتش شحال تقريبا، يقدر يكون جاي العام هكاك حيت كنت مصاوبه وعاودت صوبت واحد اخر شاركته معكم في واحد الفيديو حتى هو راه كاين في القناه. شفتو كي جا معلك من تما، شوف سبحان الله العظيم. هو تيجي بعض المرات خاطر بحال الكوفيتين وبعض المرات يكون فيه بحال داك الجولي، تيدير داك الجولي بحال هكاك. شفتوه اللون ديالو راه ولا قهوي، راه غادي يبغى يغمق بزاف. شفتو ما فيش نهائيا شي صوفه ولا شي حاجه، ما فيش نهائيا، تيجي رائع. غير جربوه راه مضمون 100%. استعملوا اي حامض انا دايره البلدي حيت غير عطاتو لي واحد السيد واحد المره هو داك الحامض البلدي نيت صافي عجبني درتو هنايا درت به كله، درتو حامض تقريبا مرقد. وداك الاخر الحامض الاخر تنخليه للعصائر.
صافي هنا درت شويه تاع الحامض كما قلت لكم مصير. خلطت المكونات ودرتهم هنا. راه هنايا راه اللي تنوري لكم دابا هنا راه درتو فوق البوطه تشحر ليا داك الحمص مزيان. هنا غنزيد عليه دابا الماء تقريبا زدت شي 5 الكيسان ديال الماء، بحال هذوك ديال الحشي ودوك بحال ديال الرايب داك البلدي تنصاوبو الرايب اللي يتباع في الكيسان، تقريبا شي 6 الكيسان هكاك ولا 5. المهم نتوما غديروا شي 6 الكيسان. من بعد الا شفتوه ما طابش لكم مزيان ولا كان شي حمص قاصح مزيان ما بغاش يطيب زيدوا، يمكن لكم تزيدوا الماء وتزيدوا حتى العافيه حيت على حسب. المهم انا هاد الحمصتان اللي مستعمله هنا بالضبط هذا راه حمص بلدي ديال هاد الوقيته شريته من عند الناس اللي تيبيعوه، ماشي الحمص داك الرومي اللي تيكون غليظ بزاف تيتنفخ بزاف. هذا راه حمص بلدي تيجي حتى هو زوين ورائع. دابا هنا بعد ما ضفت الماء راني ديت الكوكوط باش طيب ليا، وهنا بعد ما طاب ليا الحمص راه هو هذا كيما تشوفوا تشعلوا عليه تتبدا الكوكوط تصفر تنقصوا عليه العافيه مهيله حتى تحسوا به طاب لكم مزيان. وصافي راه غتقلبوا مره كما قلنا قلبوا. هذا راه حمص بلدي ومع ذلك طاب مزيان حيت الحمص البلدي تيكون شويه رقيق وتكون شويه بحال القاصح. صافي هنا راه كما قلت لكم راه طاب وتيجي كما قلت لكم معلك رائع. تيجي داك المرقه ديالو خاتره وتيجي بنين حتى هو باش تنوعوا فيه شويه، نوعوا الوصفات اللي تنديروا ديما. شفتوا كي تجي المرقه ديالو تجي خاتره وبلا مطيشه، او اللي بغى مطيشه اللي بغى زعما تعجبو مطيشه في هذا الحمص وبغى يديرها ممكن اللي يحك واحد الحبه واحده كبيره، ولا يدير واحد المعلقه ديال الحك اللي هي الطماطم المعلبه المركزه. صافي هنا ما ضفتش انا هاد الفلفله حيت تنخاف انا تحل شي وحده وتطلق ليا الحروره، وعندي وليداتي ما يبغيوش الحار ما تيبغوش الحار نهائيا هما. تندير انا ماكلتي عاديه جدا ما تنديرش زعما الحار زايد باش تكون حاره لا. داكشي علاش خليتهم حتى الاخر عاد شويتهم غير فوق العافيه وصافي وحطيتهم تمايا حيت انا تعجبني الحار مرات انا يعجبني ماشي ديما بالحق ماشي من العشاق ديالو بزاف. وصافي كما تلاحظوا معايا هنايا تيجي رائع. يمكن لكم تزيدوا عليه شي شليضه، حطوا الهريسه حتى هي كانت ولا الزيتون ولا ديروا معاه شويه تاع الحوت ولا. وانتم دايرين غدا زوين واقتصادي في نفس الوقت. نتمنى هذه الوصفه ان شاء الله تعجبكم وتروق بكم وتجربوها وتدعيوا ليا. ودابا نقول لكم السلام عليكم.